لابلاند. عادل فين؟ عادل في لابلاند. وصلت الى القطب الشمالي. الله على المتعة، الله على الديسكونكشن. ايوه كونكشن، ديسكونكشن من العالم والقرف اللي الواحد بيشوفه. يلا نفصل عن العالم ونشوف لابلاند مع بعض. بداية رحلتنا هنطلع من مطار القاهرة وهناخد مش أقل من طيارتين 3. هنوصل على أي كان المدينة التانية، وغالبا هتبقى إلى باريس، وبعد كده يطلع من باريس إلى هلسنكي، ومن هلسنكي هناخد أهم طيارة ونروح إلى إيفالو. أول ما نوصل مطار إيفالو هنطلع نجيب الشنط بتاعتنا، وبعد كده هنلاقي الريزورت مستنينا في المطار، هياخدنا بالعربية الخاصة إلى كاكسلاوتن أركتيك ريزورت. هياخدنا نحط الشنط بتاعتنا، واول ما نحط الشنط هنروح عشان نعمل تشيك ان، نقعد نفطر. طبعا زي ما شايفين اهم الفطار هناك الرنجة. هنروح نشوف الجلاس ايجلو اللي هنقعد فيه، ده الكيلو ايجلو، في طبعا ناس ممكن تحجز فيه. وبعد كده برضو في اليونيك جلاس ايجلو الصغير شويه، ده مكان يا جماعه زي ما شايفين متعه رهيبه. ودي اول حاجه هنعملها اول ما نوصل، هندخل نكتشف الجلاس ايجلو بتاعنا. زي ما شايفين الناس اللي هتقعد هنا او هتقعد في اليونيك ايجلو، اليونيك جلاس ايجلو ده الصغير، ده كيلو ايجلو. هقول لكم على اسعاره. المكان ده بالليل طبعا بنقعد عشان نشوف في الجلاس ايجلو الاورورا اللي انتوا هتشوفوها دلوقتي. زي ما انتم شايفين دي الاورورا اللي هنشوفها من الفندق. بعد ما نخلص هنروح نزور سانتا كلوز، هنروح بيته ونشوف سانتا كلوز وندخل ونسلم عليه وهناخد الهدايا معاه. بعد كده هنروح نأكل الرينديرز ونشوف الرينديرز ونأكلها ونقضي يوم. بعد كده هنروح نشوف نعمل السنو موبيل، ودي الاكتيفيتيز اللي احنا هنعملها طوال الرحلة. بعد كده كل ده في ايام يا جماعة منفصلة، ده اللي هيتعمل. هنروح نشوف السفاري، هاسكي سفاري، وزي ما انتم شايفين وهنستمتع تجربة فريدة من نوعها، هتنبسطوا جدا. كل الاكتيفيتيز اللي قدامكم دي شاملة من ضمن السعر اللي انا هقوله. هل احنا خلصنا؟ لا لسه ما خلصناش. اول بعد كده هنروح نعمل الريندير سفاري، ده الريندير اللي هو بيجر سانتا كلوز. هنقعد ويجرنا كده ونشوف برضو الاورورا بالليل او الصبح. طبعا هنعمل كمان الهورس رايد، والهورس رايد دي تجربة فريدة جدا. هنركب خيول جميلة ونمشي فيها في قلب الغابات في القطب الشمالي في منطقة لابلاند. خلصنا؟ لا، هنروح نعمل الساونا، ندخل ساونا ونروح نعوم في مكان درجة حرارته 45 تحت الصفر. طبعا المكان ده رائع جدا زي ما شايفين، انا فرحان جدا جدا جدا. وده اليونيك جلاس ايجلو اللي برضو هيكون من ضمن الجروب للناس لو حابة تحجز فيه. دي كده اللي هنعمله في الرحلة دي يوم 8/2 الى 12 فبراير. ده الايجلو قدامكم، شامله كل الاكتيفيتيز، شامله كل حاجه، شامله فطار غدا عشاء، شامله يبقى كده شامله الطيران، شامله الاقامه، شامله الوجبات، شامله الانشطه اللي قلت عليها. 3000 يورو للفرد في الغرفه الدبل، شامله كل اللي انا قلت عليه، او 3500 يورو للفرد في الايجلو السنجل فقط، والدفع باليورو. كل التفاصيل موجوده في اول كومنت، الناس عايز تقرا. انا وريتكم، حكيت لكم، شفتوا بعينيكم اللي انتوا هتعيشوه. التجربه دي فريده من نوعها. الفيديو طويل انا عارف. لو عجبكم الفيديو وعجبتكم الرحله، سوش تعملوا شير ومنشن لاصحابكم عشان تشاركوا معاهم كل حاجه. لو عندكم حد حابب ان هو يسافر معاكم الرحله دي، هتنبسطوا جدا، هننبسط كلنا مع بعض. القطب الشمالي، لابلاند الفنلندية. كده انا شرحت الرحلة بكل تفاصيلها. عندكم الفيديوهات، عندكم الفيديو، عندكم الهايلايتس موجودة في الانستجرام. باك باكر مونديال، عادل حول العالم، 120 دولة حول العالم ومكمل معاكم، واول جروب للقطب الشمالي من مصر.